السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي محمد جادو. ان شاء الله النهارده هفهمكم حاجة بسيطة كده بالنسبة لموضوع الكوتشينات. إيه اللي يخلي كوتشينة زي دي يمكن 100 ضعف سعر كوتشينة زي دي؟ الحاجة اللي انا عايز اعرفها لكم بس ان الكوتشينات عالم كبير قوي، زي مثلا الناس اللي بتحب تجمع طوابع والناس اللي بتحب تجمع عملات والحاجات النادرة. في كوتشينات بتبقى limited edition او بتبقى نسخ نادر قوي، او اللي هو يعني بينزل منها اعداد معينه، زي برضو كوتشينه هوريها لكم اسمها ديسبشن، والكوتشينه دي معمول منها 500 كوتشينه بس زي ما انتم شايفين. في كوتشينات تانية كتير بيبقى معمول منها كميات محددة، مثلا 1000 علبة، وبيبقى كمان العلبة اللي جاية مترقمة، دي العلبة رقم 50 من ال1000 أو العلبة رقم 72 من 1000 وهكذا. في ناس بتحب تجمع الحاجات دي جدا، وأنا برضو واحد. بدأ يبقى عندي شغف في تجميع الحاجات دي من قريب، لأن مثلا كوتشينة زي دي أول ما نزلت كان سعرها 13 يورو. إن يوصل سعرها ل 200 يورو دي مش حاجة سهلة. انك تستثمر فلوسك في حاجة انت عارف ان سعرها هيزيد مع الوقت. وانا دلوقتي بكلم الماجيشنز، انت طبعا في ناس اللي بتستثمر في العقارات وفي الذهب وهكذا، والساعات الغالية قوي، الحاجات اللي هي بتشتريها مثلا وانت عارف ان هي كده كده مع الوقت سعرها هيزيد. الكوتشينات دلوقتي بقت نفس النظام. فانا دلوقتي لو هشتري كوتشينات مش مشهورة قوي ممكن اجيب منها 2 أو 3. ليه؟ لان انا لو عندي 3 ممكن افتح واحدة استعملها، التانية هحتفظ بيها مش هفتحها نهائي، والتالتة ممكن اسيبها عندي استثمر فيها لحد ما سعرها يوصل لرقم كبير قوي وابدا ابيعها. وبس، ده كان فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. استنوني في حلقات تانية جديده وكتيره ان شاء الله على القناه. بس انا محتاج دعمكم. لو في اي حاجه عايزيني اتكلم فيها اكتبوها لي تحت في الكومنتس، وان شاء الله هرد عليكم وهعملها. بس شكرا ليكم، سلام.